وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده باذن الله معايا فيديو نوع من انواع البانشن الكوري. طبعا احنا متابعين الثقافه الكوريه، عارفين ان الترابيزه او المائده مائده الطعام الكوريه بيبقى عليها انواع كتير جدا من الفواتح الشهيه اسمها بانشن. النهارده هنعمل نوع منهم يعني ممكن يكون مش نعرفه كتير قوي ان هو موجود في الثقافه الكوريه، لكن هو مهم جدا لان احنا عارفين قد ايه المطبخ الكوري اي حاجه مفيده بيحبها جدا. البصل طبعا من الحاجات المفيدة جدا ومليانة بالفيتامينات ومغذي جدا وأساسي في المطبخ الكوري أو في كل المطابخ تقريبا. فالنهارده إن شاء الله هنعمل نوع من أنواع البانشن، مخلل البصل الأحمر الكوري. المخلل ده بيتعمل بنوعين، بطريقتين. الطريقة اللي هنعملها النهارده ودي سهلة متوفرة برضه جدا. الطريقة التانية برضه سهلة بس يعني بالنسبة لي بتستهلك صويا صوص كتير، فاحنا بقول ايه بقى، نوفر الصويا صوص لحاجة تانية في الأسعار اللي احنا فيها، باعمل بيه حاجة تانية. فالنهارده هاعمل طريقة اللي هي بالعادية، لو حابين ان انتوا تبدلوها بصوص الصويا او تخللوه صوص الصويا نفس الطريقة، بس هنقلل الملح ونزود صوص الصويا. المكونات معانا طبعا مخلل بصل احمر، هنعمل بصل احمر 4 5 على حسب ما انتوا حابين تخللوا. هنحتاج ورق لورا، فلفل اسود حبوب، هنحتاج فلفل احمر جاف وده اختياري، لو انتوا مش حابين ممكن ان انتوا تستغنوا عنه خالص. هنحتاج ربع كوباية ملح، ونص كوباية من الخل، نص كوباية من السكر، وهتحتاج معاهم من كوبايتين ل3 مية على حسب ما انتوا يعني ممكن تحطوا كوبايتين او 3، مش هتفرق كتير يعني. الوصفة بسيطة جدا. اول حاجة هنبدأ بسم الله، نحط المية، دول حوالي كوبايتين ونص مية، معاهم نص كوباية من الخل. طبعا بما انه مخلل لازم هيكون في خل. هنحط معاهم نص كوباية سكر، وده الجميل بقى ان البصل بيبقى شارب طعم السكر مع الخل مع الملح. الملح ده ممكن مثلا نحتاج منه معلقتين كبار. وهنحط بقى كل الحاجات الجافة دي، الفلفل، ورق اللورا بيديني نكهة حلوة، وهحط الفلفل الاسود الحبوب حوالي 10 15 حباية كده، بيديني طعم حلو قوي. بحط الخليط ده على النار يغلي، يغلي كويس، يعني يغلي مثلا حوالي 15 دقيقة 20 دقيقة يغلي كويس، وبعدين اسيبه يهدى شوية. في الفترة دي هقطع البصل واوريكم بنقطعه ازاي. فين مكعبات كبيرة، بجيب البصل اقطعها اتنين، بعدين تاني، بعدين بالنص. لو حابين نقطعها تقطعوها شرايح رفيعة، بتحبوا البصل شرايح بتحبوه زي ما بتحبوه طبعا، ده يعني مش هنقدر نجبركم تاكلوه بأي طريقة تانية يعني. اللي فيها قشرة أو حاجة زي كده لأ بلاش منها. الكمان اللي احنا عايزين نخلل فيه ونحط فيه في البصل اللي احنا قطعناه، تمام. المية اللي احنا غليناها مع الخل والورق اللورا والفلفل الاسود والفلفل الحار، كل الحاجات دي يعني المفروض في الوصفة الأصلية الكوريين بيصفوه وبعدين يحطوه هنا، لكن أنا بصراحة أنا بحب أخلي الحاجات دي، بتفضل مدياني نكهة طول الوقت. بسم الله. طبعا المية دي مش سخنة قوي ومش ساقعة، يعني أنا نزلتها من على النار وسبتها تهدى شوية. الفلفل ده أنا حطيته، بحب كده طعم الحار، تمام. ممكن إن احنا برضه نضيف الحاجات دي على الوش كده، تنكه البصل. صدقوني البصل ده طعمه مختلف خالص عن اي بصل مخلل تكونوا ممكن تكونوا كلتوه. طبعا لما بسيبه لما يبرد خالص بقى كده، ونغطيه ونسيبه مثلا لمدة 3 أو 4 أيام، لما الاقي الدنيا كلها احمرت ولون البصل بدأ يطلع لون أحمر، يبقى انا عندي المخلل كده. طبعا مش هغطيه دلوقتي، انا هغطيه لما يبرد خالص وبعد كده بركنه عادي بره، ما بنحطوش في ثلاجه ولا حاجه، بسكنه بره لحد ما يتخلل. طبعا طعم الخل مع السكر مع الملح اللي احنا حطيناه بيدي طعم جديد تاني خالص غير اللي احنا متعودين عليه في المخلل. يا رب البصل الاحمر المخلل على الطريقه الكوريه يكون سهل ويعجبكم وتعملوه. دي بيبقى شكله بعد ما يستوي.
لذيذ جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. ممكن كمان تحطوه مع السلطة، ممكن انتوا تحطوه مع التونة، بيدي طعم حلو جدا جدا. لو قلبتوه مع التونة مع الفول مع اي حاجة بيدي طعم حلو قوي. يا رب الوصفة تكون سهلة وتعجبكم. انا غدا ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.